دلوقتي في اسئله خاصه بالديجيتال ماركتنج او خاصه الميديا باينج. هو ازاي الاعلان الكليكس بتاعته عاليه والنمبر اوف لاندنج بيج فيوز كبيره وفي نفس الوقت مفيش مبيعات كتير؟ تعال اقول لك. مبدئيا لو النمبر اوف كليكس عالي والنمبر اوف بيرشيزز او المبيعات قليل، هنا المشكله بقى ان النمبر اوف كليكس كتير والنمبر اوف بيرشيزز قليل. طب لك على حاجه، مبدئيا في الديجيتال ماركتنج وخاصه في الميديا باينج، احنا لو بنعمل كامبين سيلز على الويب سايت، انا دوري كميديا باير وانس ان الاعلان وصل للكاستمر والكاستمر داس عليه ودخل على الويب سايت، انا كده خلصت دوري. دلوقتي كل الشغل بتاعي جوه الويب سايت. تعالوا نقسم الموضوع خطوات. اول حاجه نشوف الكاستمر جيرني، رحله العميل جوه الويب سايت عامله ازاي. تاني حاجه اليو اي واليو اكس بتوع الويب سايت، يعني الشكل بتاع الويب سايت بتاعي. تالت حاجه التراكنج، انا اصلا عامل تراكنج مظبوط ولا لا. اخر حاجه البرايسنج بتاعي او التسعير بتاعي داخل الويب سايت. تعال نمسك الموضوع مترك. انا دلوقتي يوزر، شفت الاعلان بتاعك، اول حاجه بعملها ايه؟ بدوس كليك. حلو، انا دوست كليك. دلوقتي ايه الاكشن المفروض يحصل دلوقتي؟ ان انا كيوزر اروح للويب سايت. مبدئيا في برسنتج من النمبر اوف كليكس للنمبر اوف لاندنج بيج فيوز، يعني لو اقل من 70% من اللي داسوا على الاعلان دخلوا على الويب سايت، اول حاجه تيجي في دماغك ان في مشكله في الويب سايت في التحميل بتاعه او سرعه الويب سايت. فده اول حاجه. طيب انا يا عم ربنا كرمني ودخلت جوه الويب سايت، عملت لاندنج بيج فيوز، مش انا بقلب شويه على الويب سايت بتاعي؟ يعني بعمل فيو كونتنت، بشوف ايه المنتجات اللي عندي. طيب انا عجبني منتج، فاذا انا دلوقتي ببص على اول مترك اللي هو اللاندنج بيج للاد تو كارت. انا البرسنتج بتاعتي للاد تو كارت قليله جدا، يعني في ناس كتيره دخلوا جوه الويب سايت بس مش كتير منهم عمل اد تو كارت او اضافه للسله. هنا اول حاجه تخطر في بالك ان في مشكله برضه في الويب سايت. طب ايه المشكله في الويب سايت؟ اليو اي واليو اكس بتاعه او اليوزر اكسبيرينس بتاعته جوه الويب سايت مش مظبوطه. اليو اي واليو اكس بتوع الويب سايت اصلا فيهم مشكله. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي يوزر دخل جوه الويب سايت، عجبني المنتج ده، جاي ادوس على المنتج، الزرار بتاع الاد تو كارت اصلا فيه مشكله. فده اصلا حاجه بديهيه افكر فيها لو الزرار مش شغال. حاجه كمان، لو شكل الويب سايت اصلا مش منظم. يعني انا دلوقتي عملت اضافه للسله، انا عاوز يبقى فيه بوب اب او فيه مسج تجيلي ان انا عملت اضافه للسله عشان انا اخد بالي ككاستمر واخش في السله نفسها او اخش في الكارت بتاعتي واكمل عمليه الشراء. طيب يا سيدي ادي مشكله كمان. عايز اقول لك ان في مشكله تانية ليها علاقه بالاد تو كارت برضو. انا قلت لك اول حاجه في مشكله في الزرار بتاع الاد تو كارت، تاني حاجه في مشكله في اليو اي واليو اكس بتاع الويب سايت، اصلا هو مش سهل على العميل. تالت حاجه البرايسنج بتاعك غالبا فيه مشكله. طيب خلصت الاد تو كارت، في ناس دخلت عملت اد تو كارت، كم في المية منهم او كم برسنتج منهم عمل انيشيت تشيك اوت او حتى الداتا بتاعته؟